فيلمنا بيبدأ مع جاك، شاب عنده 18 سنة، وهو في الطريق دلوقتي ورايح على بيت أبوه علشان يقضي الأجازة. وبيوصل جاك ووالده اللي اسمه ديفيد بيستقبله وبيرحب بيه، لكن بتبان العلاقة بينهم علاقة متوترة، وأبوه بيفضل يكلمه وبيفتح معاه حوارات، لكن جاك مش بيرد عليه. وبيروح على أوضته ينام وبيشرب ويسكي قبل النوم وبيراجع ذكرياته. بيصحى تاني يوم بينزل بره الفيلا يتجول في المكان لحد ما بيوصل الجنينة، بيلاقي واحدة إنما إيه قمر يا عم الحاج، وفضل يتجسس عليها وفصصها حته حته كده من بعيد، لحد ما بيجي ابوه من وراه بيقول له ما تبصلهاش كده، دي محرمه دوليا بس مش محرمه علينا. وبيعرفوا عليها وبيطلع ان اسمها ماريا، ودي خادمه البيت وعندها 40 سنه. بيعرفهم على بعض وبيسيبهم وبيمشي، وبتروح هي تجيب له عصير علشان يروق كده اعصابه، وبتقول له خد ده هيظبط الدنيا معاك. وبتروح تكمل غسيلها وبتحاول تفتح معاه اي حوار وتتعرف عليه، لكن هو كان مركز معاها بعينه مش بدماغه. بيحس انها خدت بالها منه فبيسيبها وبيرجع اوضته. فبتروح وراه وبتقول له انا زعلتك في حاجه ولا ايه؟ فبيقول لها لا مفيش اي حاجه، وبيبص لها وبيقول لها الاهتمام مش بيطلب، اسالي نفسك. وبياخد الكاميرا بتاعته وبيخرج بره بيها. ماريا وقفت ساعتها متسمره في مكانها وقالت في نفسها هو انا ناقصاك ولا ايه؟ بيلف جاك في البلد يصور بالكاميرا بتاعته لحد ما بيتعب، بيقعد على جنب يريح وبيشرب سيجاره. وبيروح على البيت، بتدخل عليه ماريا وبتساله يا رب تكون دلوقتي احسن وفرفشت. فبيحكي لها مأساته مع ابوه، بيقول لها ان امه اتطلقت وهو صغير، ووالده راح اتجوز واحده، ومرات ابوه ما كانتش بتعامله كويس وما كانش سعيد معاها، وكان دايما ابوه بيقف في صف مراته وضد ابنه. امال هيقف معاك انت يعني ويسيبها؟ ماريا حاولت تخفف همه، لكن جاك بيروح يقعد في اوضته وبيكلم نفسه ده طلع ملبوس يا جدعان. بيخرج تاني يوم يتمشى في مكانه وبيصور بالكاميرا بتاعته لحد ما بتجيله بنت في سنه، وبتفضل تتكلم معاه وبتفتح معاه اي حوارات، لكن جاك ما كانش مهتم بيها ونفض لها وفضلت تعاكسه يا عم عبرنا ايوه انت. بتشوفهم ماريا الخادمه وهم مع بعض، وكانت راكبه على العجله بتاعتها وبتقول له ولع معاك يابا. تزهق البنت من عدم استجابه جاك وبتسيبه وبتمشي، وهو بيروح من ورا الاشجار وبيصور ماريا من غير ما تاخد بالها. ماريا بتقوم تروح على المطبخ تكمل شغل. بعد شويه بيروح وراه جاك المطبخ، الله هو انت هنا يا ماريا؟ ايه الصدفه المقصوده دي؟ ودردشوا شويه مع بعض، وقالت له بسرعه كده زهقت من البنت اللي كنت معاها، طب اخدت رقم تليفونها ولا لسه؟ وبتدي له عصير يروق بيه، وشويه بشويه بتشده ناحيتها بطريقه كلامها لحد ما بينجذب ليها، وبيفضفض عن اللي جواه وبيقول لها انا بحس براحه وانا معاكي، وبيحكي لها عن والدته وبيفرجها صور ليها، وانه متضايق من والده علشان طلق امه واتجوز عليها. وهي كمان فضفضت معاه وعرفته ان هي عندها 16 سنه، حملت في طفل من طليقها، لكن انفصل عنها جوزها قبل ما تولد الطفل، لكن هي قررت تنجب الطفل، لكن والده اخد منها الطفل يربيه بمعرفته، والموضوع ده مأثر فيها جامد وحزنت جدا على فراق ابنها. وشويه بشويه انجذبوا لبعض اكتر، وكل واحد حكى عن مأساته. بيروح جاك على اوضته وابوه بيحاول يتكلم معاه وبيعتذر له عن اهماله ليه بسبب شغله الكتير على مدار اليوم، وده اللي مخليه مش عارف يتواصل معاه، لكن جاك رد عليه بتجاهل وده خلاه يمشي. والصبح ديفيد بيروح شغله وماريا وجاك بيفطروا مع بعض، بتحاول تتكلم معاه عن علاقته مع والده وتصلح اللي بينهم، وبيطلعوا في الجنينه يكملوا كلام، فبتنصحه يحسن علاقته مع والده وما يتجاهلوش تاني، وبيحاول يتكلم ويفضفض عن اللي جواه. بتجيب له نفس المشروب، اموت واعرف ايه المشروب ده، وبتكلمه تاني عن ابوه، فبيزعل وبيمشي يروح اوضته. بتروح وراه ماريا وبتحاول تقول له ما يفهمهاش غلط، هي كل همها تحسن العلاقه بينه وبين ابوه. بيهدى جاك وهي ساعتها بتفتكر معاناتها مع ابنها وبتعيط هي كمان. بتمسح بعد شويه دموعها وبتبص وراها وتحط ايديها على خدها وبتقول له يا رب تكون فهمتني. بيوصل عمنا ديفيد وهم في الاوضه، ايه ده هو انتوا هنا ولا ايه؟ بتخرج ماريا وديفيد بيكلم ابنه بيقول له انا كل ما اقرب منك يا ابني انت بتبعدني عنك كتير، انا عملت ايه بس؟ بيتضايق جاك من الحوار وبيسيب الاوضه وبينزل على تحت بيتفرج على التلفزيون في الليفينج روم. بتجيله ماريا بتقوله هو ده اللي اتفقنا عليه يا جاك؟ انت مش وعدتني هتقرب من والدك وتصلح اللي بينكم وتتكلموا مع بعض؟ فبيقول لها انه مش فايق له دلوقتي وبيقرب ناحيتها، وبيقول لها بس ايه الكلام على ايه؟ انت حلوه كده ليه النهارده؟ بتتكسف ماريا من كلامه وبتقعد مش على بعضها وبتحط رجل على رجل وبتغري عمنا جاك الكئيب. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين يتعشوا من غير ما يتكلموا اي كلمه وقضوها نظرات وكسوف. جاك بيروح على اوضته وقبل ما ينام بيفتح الكاميرا بتاعته وبيتفرج على صور ماريا. تاني يوم ماريا بتقابل طليقها صدفه الاكس بتاعها يعني، وبيتكلموا مع بعض وبتعزمه في البيت وبتقعدوا على السفره وبتعمل له اكل وبياكلوا مع بعض. وهناك بيفاجئها ان عاوز يرجع لها تاني وانه بيحبها علشان يربوا ابنهم مع بعض، وماريا كانت مش عارفه تتصرف ازاي. وقتها اثناء الحوار ده بيكون جاك بيتجسس عليهم من ورا الباب. بينتهي الحوار على انها رفضت ترجع له وطليقها بيسيبها وبيمشي. بعد كده بنشوف ماريا في المطبخ بيدخل عليها جاك وهي لابسه الحته الزرقاء بتحلو في عينه، فبيقول لها النهارده عيد ميلادي عاوز اطلب طلب منك، فبيقول لها انا عاوز ادخل معاكي في علاقه. ماريا مشاعرها بتتكهرب وبتضحك له وبترفض،
بترفض، لكن هو مع رفضها بيقرب منها وبيحاول يلمسها لحد ما بتضربه بالقلم. بيرن ساعتها جرس الباب، بتكون البنت اللي كانت معجبه بيه، فبيسيب ماريا وبيخرج مع البنت، وهي حاولت تكراش عليه وتبين له اعجابها بيه، لكن هو ولا هنا، وبيقول في نفسه البنت البيضه ام قميص ازرق هتجنني. حاولت البنت تلاغيه كده لحد ما زهقت فبتسيبه وبتمشي، وهو راح على البيت. بيوصل البيت بيلاقي ماريا بتعيط، بيقرب منها وبيحاول يهديها وبيقول لها انا في سن ابنك وانت زي والدتي. لا والله عليا انا الكلام ده برضه، وحاول يحضنها. ماريا كانت منهاره ساعتها وعلى اخرها فبتحضنه، وجاك حاول يحول الحضن ده لحاجات تانية يعني، وهي كانت مستسلمه على الاخر. لكن فجاه بتفوق من عواطفها وبتقول له ما ينفعش اللي بيحصل بينا، لان سني 40 سنه وانت سنك 18 وفي سن ابني، فما ينفعش يحصل بينا اي حاجه. لكن جاك حاول يقنعها على قد ما يقدر ان اللي بيعملوه مع بعض عادي، وفعلا بعد محاولات كتير قدر يقنعها ودخلوا في علاقه مع بعض. تاني يوم ماريا معنوياتها كانت في العالي خالص، وفضلت تعصر في البرتقال لحد ما بيدخل عليها جاك وجسمها اتكهرب. لكن فجاه بيقطع عليهم الكهرباء دخول ديفيد ابوه وبيديله هديه عيد ميلاده. جاك بيقول له عيد ميلادي كان امبارح انت لسه فاكر، وبياخد الهديه وبيروح على اوضته. بتدخل ماريا وراه بتحاول تهديه، وبيحصل نظراته ومشاعر لحد ما جاك خلاص جاب اخره، وماريا سابته ساعتها ومشيت. فبيسكر وبينزل يقعد مع ابوه، بيتكلموا مع بعض شويه وبقى بينهم لغه حوار. ساعتها ابوه حاول يبرر اللي عمله زمان، لكن الكلام بياخدهم وجاك بينام في مكانه. بيصحى جاك تاني يوم من النوم، بيطلع بره البيت يدور على ماريا، بيقابلها وهي راجعه وقال لها انا كنت بدور عليكي، وفضلوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. بيدخل بعدها البيت يقعد مع ابوه، بيتكلموا شويه، وبيطلع بعدها اوضته يتفرج على صور ماريا وكان مبسوط جدا. بيصحى تاني يوم يحضر شنطته عشان خلاص الاجازه بتاعته خلصت، وبينزل يودع ماريا اللي اتجننت بالعلاقه معاه وبقت مدمنه عمنا جاك. وكان هيمشي وقالت له كده من غير اي حاجه، فبيبوسها وبيمشي. وبيركب جاك العربيه وابوه بيودعه. ماريا بعدها بتروح عند امها وبتقول لها ان ابنها مات، وبتعترف لها ان عملت علاقه مع جاك اللي سنه 18 سنه وهي دلوقتي حامل منه. امها ساعتها مش بتعرف تعمل ايه، فبتاخدها في حضنها وتهديها وبتهون عليها. بعد كده بنلاقي ماريا سعيده بنفسها وبتحط ايديها على بطنها، وهي كلها فرح بالجنين ومولود الجديد. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده.